أهلا بكم. اليوم عنا قصة قوية جدا ومؤثرة بتوصلنا من أمريكا. هي قصة عن كيف ممكن لممارسة روحية بسيطة إنها تغير حياة شخص بالكامل. القصة كلها بتبدأ من هنا، من هذه الرسالة اللي كتبتها أخت اسمها نادية، مسلمة اتولدت وعاشت في أمريكا. رسالتها ما كانتش مجرد كلام، لأ، كانت شهادة حقيقية عن تجربة غيرت حياتها. طيب، خلونا ندخل في تفاصيل قصة نادية. قصتها ممكن تكون شبه قصص ناس كتير، بتعيش حياة عصرية وسريعة في الغرب، وفي نفس الوقت بتبحث عن علاقة أعمق مع ربنا، عن سلام داخلي. نادية بتقول إن في حاجتين بسيطتين جدا لكنهم كانوا السبب الرئيسي اللي خلاها تستمر في الاستغفار وتحس بقوته. إدراكين عميقين كانوا بمثابة الدافع ليها. إذن، ما هو السر اللي اكتشفته وخلى هذه الممارسة قوية جدا بالنسبة لها؟ الموضوع كله بيرجع لفكرتين أساسيتين. شوفوا المقارنة دي، يعني عشان الواحد يكسب فلوس أو يحسن صحته محتاج شغل وتعب ومجهود بدني، لكن الاستغفار كل اللي محتاجه هو تحريك اللسان والشفايف بدون أي تعب. وهذا كان الإدراك الأول لنادية، الفرق الهائل بين المجهود والنتيجة. هي شافتها كده، كأنها أفضل صفقة في الحياة. ما في أي شيء تاني ممكن الواحد يستثمر فيه وقته وجهده ويحصل على عائد عظيم زي ده، مقابل شيء بسيط جدا، يعني استثمار نتيجته مضمونة 100%. وهنا نيجي للنقطة الثانية، الإدراك الثاني اللي كان مصدر أمان وطمأنينة كبيرة جدا لنادية، وهو في الآية دي بالذات. يعني مجرد التفكير في الموضوع ده كان كافي، إن الواحد يكون في حماية ربنا الكاملة من أي عذاب في الدنيا والآخرة، بس لأنه لسانه رطب بالاستغفار. ده كان دافع قوي جدا خلاها تستمر وما توقفش أبدا. طيب، الإدراكين دول أثروا إزاي على حياتها اليومية بشكل عملي؟ خلونا نشوف التغييرات الحقيقية اللي حصلت. بدأت تعمل تغييرات واعية وبسيطة. بدل ما تسمع موسيقى وهي بتتمرن، بقت تستغفر. في العربية بدل الأغاني لسانها شغال بالاستغفار. في البيت صوت سورة البقرة هو اللي شغال. وبقت تختار بوعي إنها تذكر ربنا بدل ما تضيع وقتها على الأفلام والمسلسلات. والأجمل من كده إنها علمت أولادها يشاركوها في ده. طيب، يمكن حد بيسمع دلوقتي وتحمس بالقصة دي وحابب يبدأ. أخت نادية شاركتنا طريقة بسيطة جدا وعملية عشان تساعد أي حد لسه في البداية. النصيحة بتتلخص في 3 حاجات. أولاً، الطريقة نفسها. خلي الاستغفار باللسان والشفايف بس، بسرعة ومن غير صوت عالي. ثانياً، التركيز. ركز على الاستغفار وبس لفترة كام شهر عشان تبني العادة دي وتكون قوية. ثالثاً، الهدف. لازم يكون الهدف الأساسي هو مجاهدة النفس عشان الواحد يقدر يسيب الذنوب. وهنا في تحذير مهم، إن الواحد ما يضيفش أذكار تانية في البداية. ليه؟ لأن ده ممكن يسبب لخبطة وإرهاق ويخلي الشخص يزهق ويوقف. الفكرة كلها هي بناء أساس قوي الأول، والأساس ده هو الاستغفار. وهنا القصة بتاخدنا لسؤال أكبر وأعمق بكتير، سؤال عن علاقة مشاكلنا اليومية بحالتنا الروحية. هل ممكن تكون المشاكل اللي بنمر بيها في حياتنا، الديون، الخلافات، قلة البركة، هل ممكن يكون سببها المباشر هو ذنوب إحنا بنعملها ومش واخدين بالنا منها؟ الشريحة دي ممكن تكون زي المراية. كل مشكلة بنشوفها في حياتنا ممكن تكون انعكاس لذنب معين. يعني مثلا الضغط المالي ممكن يكون مرتبط بالربا. المشاكل الاجتماعية ممكن تكون بسبب الغيبة والنميمة. كل مشكلة هي في الحقيقة ممكن تكون إشارة عشان نرجع لربنا ونتوب. المشكلة إن في ذنوب كتير ممكن نكون بنستهين بيها، حاجات زي عدم غض البصر سواء في الشارع أو على الإنترنت، الكذب البسيط، الغيبة، حضور أماكن فيها اختلاط مش مظبوط. كل دي حاجات ممكن نكون بنعملها وإحنا مش حاسين إنها بتدمر البركة في حياتنا. وهنا بتيجي قوة الاستغفار الفعلية. الاستغفار مش بس بيمحي الذنوب اللي فاتت، لا، ده كمان بيديك القوة بفضل ربنا إنك تقدر تبعد عن الذنوب دي في المستقبل. هو اللي بيسهل عليك ترك المعصية. فالخلاصة إيه؟ الخلاصة إن الاستغفار هو البداية، هو مفتاح ترك الذنوب، وهو البوابة اللي ممكن تغير واقعنا كله للأحسن. بيبدأ الموضوع بحركة بسيطة باللسان، لكنه بينتهي بتغيير جذري في حياة الإنسان كلها من جوه ومن بره. والسؤال اللي بيفضل هو: متى ستبدأ هذه الرحلة؟